الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في مصر هو مناسبة دينية يحتفل بها المسلمون كل عام بذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تختلف طرق الاحتفال من منطقة إلى أخرى، لكن هناك بعض العادات الشائعة التي يمكن أن تمارس. العادة الأولى: إقامة الصلوات والعبادات. إقامة الصلوات والعبادات للاحتفال بالمولد النبوي الشريف تمثل فرصة للتقرب من الله وتعزيز الروحانية. إليك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها. 1. صلاة الفجر والقيام. ابدأ يوم الاحتفال بصلاة الفجر، واجعل من صلاة الليل، قيام الليل، جزءاً من عبادتك، حيث يمكنك قراءة القرآن والدعاء. 2. صلاة الظهر والعصر. احرص على أداء الصلوات اليومية في وقتها، وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن تضيف صلاة النفل مثل صلاة السنن الرواتب في الأوقات التي تفضلها. 3. قراءة السيرة النبوية. بعد الصلاة خصص وقتاً لقراءة أو الاستماع إلى سيرته العطرة وأخلاقه وتعاليمه. يمكنك الاستفادة من الكتب والمقالات والمحاضرات التي تركز على حياته. 4. إقامة مجالس ذكر ومدائح. في المساجد أو المنازل يمكنك تنظيم مجلس لذكر الله وقراءة الأناشيد والمدائح النبوية. استمع أو شارك في تلاوة قصائد تمدح النبي صلى الله عليه وسلم. 5. الدعاء والابتهال. استخدم هذه المناسبة لرفع الدعاء إلى الله، سواء بدعاء خاص أو بدعاء جماعي. اطلب من الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يحقق لك ولعائلتك السلامة والبركة. العادة الثانية: إقامة الاحتفالات الدينية. تنظم في المساجد والنوادي الثقافية احتفالات تتضمن تلاوة الأناشيد والمدائح النبوية، حيث يقوم المنشدون بترتيل القصائد التي تذكر محامد النبي وصفاته. العادة الثالثة: إعداد وتوزيع الطعام والحلويات. يعد حلوى المولد، وهي مجموعة من الحلويات التقليدية مثل السمسمية والفولية والنوجة. توزع هذه الحلوى على الأسر والأصدقاء والفقراء. العادة الرابعة: الفعاليات الاجتماعية والثقافية. تنظم الفعاليات الثقافية مثل المحاضرات والندوات التي تناقش سيرته وتعاليمه، كما يتم تنظيم مسيرات وفعاليات مجتمعية تعبيراً عن الاحتفال. العادة الخامسة: الزيارات والمشاركة المجتمعية. يقوم العديد من الناس بزيارة أقاربهم وأصدقائهم لتبادل التهاني بهذه المناسبة، ويشارك بعضهم في أعمال الخير والتبرع للفقراء والمحتاجين. تجسد هذه الأنشطة مدى احترام وتقدير المسلمين لذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتعتبر فرصة لتجديد العهد بالمبادئ والقيم التي جاء بها. وفي نهاية الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة